السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل بقى مع بعض النهاردة صينية سمك ماكريل، بس حاجة كده مش طبيعية بجد، طعمها حلو جدا، وكمان هيكون تحتها خضار في منتهى اللذاذة. يعني نقدر كده نقول ان هي وجبة لذيذة جدا، فيها كل حاجة، يعني فيها السمك بالكالسيوم بتاعه والفوسفور بتاعه وبروتينه، وكمان فيها الخضار وكل فوائده. الصينية دي بقى هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت طعمها ان شاء الله هيعجبكم جدا. نقول بسم الله ونبتدي بقى بمقادير الصينية الخطيرة بتاعتنا دي. زي ما احنا شايفين، عشان اعمل بقى الوجبة دي انا محتاجة سمك ماكريل، طبعا متنضف ومغسول كويس جدا، وهصفيه بقى كويس جدا من المية، عاوزاه ناشف. وهبتدي بقى اعمل له التتبيلة بتاعته، عبارة بقى عن فلفل وتوم وكزبرة او بقدونس شبت، الخضار اللي بتفضلوه، النكهة اللي بتفضلوها. فلفل برضو ممكن نضيف فلفل احمر كده يديله برضو لون لذيذ. ومعايا بقى توابل السمك، معايا ملح، معايا كمون، ومعايا شوية من البابريكا. وقطعت بقى خضار زي ما احنا شايفين كده، جزر وبطاطس وبصل وشرايح طماطم، وحطيت عليهم برضو شوية كده ملح وفلفل، مش كتير الملح عشان طبعا السمك متبل، وشوية من البابريكا. وابتديت بقى ان انا حشيت السمك كويس جدا بالتتبيلة، عملت له بقى فتحات، وفي الفتحات دي ممكن نضيف شرايح ليمون، هتديها طبعا ريحة وطعم وكمان شكل جمالي لما نيجي نقدمه. علشان بقى وش السمك ده يحمر كده معايا وياخد لون لذيذ، انا هضيف بقى معلقة من الصلصة، هيكون عليها معلقة من الزيت، وهشيل الاول التتبيلة من على الوش كده علشان ما تتحرقش. وهبتدي بقى ان انا ادهن وش السمك كويس جدا بالصلصة بتاعتي، علشان يديله كده في الاخر اللون اللي احنا شايفينه ده. هدخله بقى الفرن، هو مش بياخد وقت خالص، ممكن تغطوه، ممكن تسيبوه لو هو حجمه مش كبير، مش هياخد معانا وقت، وهيطلع بقى بالشكل الخطير ده. عاوزه بقى اقول لكم ان ريحته يعني خطير. طبعا الليمون نسيت اقول لكم، الليمون طبعا شيء اساسي في التتبيله، طبعا ضايفين ليمون. والريحة يا جماعة والطعم بجد خطير، مستوي، وزي ما احنا شايفين كده الخضار كمان مستوي. الخضار مش بيكون فيه اي زفارة، بالعكس طعمه حلو جدا. يعني حتى الصوص انا حطيته على الرز لان الصوص بتاعه كمان جميل قوي. شايفين بقى شكل السمكة كده، واللحم بتاعها ابيض ومستوي، وبجد في منتهى الجمال، والريحة بقى حاجة فظيعة. يعني تغيير عن المشوي وعن المقلي، وفي نفس الوقت الصحي، مفهوش دهون، ينفع للدايت. عملنا كمان جنبه شوية رز ابيض. طبعا لو حابين تعملوا رز صيادية، اي رز بتفضلوه، رز بالجمبري، الرز اللي انتوا بتفضلوه مع السمك، مفيش مشكلة خالص. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة، ما تنسوناش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من قناة اكلة ماما. واشوفكم فيديو جاي ووصفة جديدة. سلام.